العادات وتقاليد الاحتفال بالسنة الأمازيغية، حيث تعرف منطقة بني سنوس ونواحيها بولاية تلمسان تقاليد وعادات خاصة تقام خلال رأس السنة الأمازيغية. فإلى جانب الأكلات الشعبية ينظم أيضا كرنفال أيراد المشهور لدى سكان المنطقة. نتابع تفاصيل الموضوع مع أمين مسعودي. انا يزاد انه شي شوي وارن يتيفي في خيذ مارن شغل مازيرار. عادات وتقاليد خاصة ضاربة في عمق التاريخ تميز احتفالات سكان بني سنوس بولاية تلمسان برأس السنة الأمازيغية. دخلوا بالناير انت والتزار وانت والتزار انت ودلجوج انت والتلوزت انت ودلوزت ونتخلط في الزويد غير نغيش تندو تام قرا سي الزويد لقد اللوز انت قد الناير انت بركوكس انت قد الخليع الصغارات اليقار انت قصيت انت قد دي بركوكس. ايوا انت بركوس ونفرق الناير خلب زاوز. ايوا نضحيه التورار الله ينصر ثمورثنا. أيراد هي أهم الطقوس التي لا زال السكان بني سنوس ونواحيها يحيونها في يناير. روطار مع المغاربه يديروا هذا الكرنفال يقلعوا كي يلحقوا توال شي دار ولا الشعب هذا يلغى احنا جيرانكم حلوا بيبانكم، الناس تحل لهم الديار، الناس السبوعه وهادو والشعب كامل يدخل لديك الدار على خاطر الديار بكري قاعدنا الحواش يجتمعوا تما ويخليوا واحد البلاصه فين يديروا واحد القطعه مسرحيه. هاد الناس راكم تشوفوا فيهم مزينين يديروا واحد القطعه مسرحيه سبيسيال. الفرحه تمثل الفرحه نتاع هاد السبوعه ومنا من بعد واحد المرض نتاع السبع الصغير تتبدل من بعد كي ينوضوا ويبراو الفرحه. المقدم نتاع هذا الكرنفال يدعي للناس. بني سنوس وبني بوسعيد منطقتان بولاية تلمسان حافظتا على تقاليد وعادات الأجداد في إحياء رأس السنة الأمازيغية.